خلاص مسافر المانيا وهتيجي هنا تنورنا وتشتغل وتقبض باليورو كمان. الف مبروك يا عم. بس للاسف بعد القبول في الجامعه ما عندكش اي معلومه خالص تعمل ايه في الاوراق المطلوبه للفيزا. ازاي تعمل ميعاد في السفاره، الحساب المغلق، حجزت طيران خلاص، بس للاسف مش عارف هتنام فين، هتأجر شقه ازاي. طب بعد ما توصل هتسجل نفسك فين وازاي، وايه اللي هيتم بعد كده، ايه الخطوات اللي انا المفروض اعملها. علشان كده انا جايب لك النهارده الخلاصه خالص. رقم واحد الحساب المغلق، وده انا اتكلمت عنه بالتفصيل في الريل اللي فات، تقدر تعمله عن طريق ابلكيشن فينتيفا، هم رقم واحد في العالم اصلا في الحساب المغلق. اما بالنسبه للتامين الصحي فانت محتاج اتنين. رقم واحد تامين السفر، يامنك من اول ما بتسافر مثلا سواء من مصر او من اي دوله انت جاي منها لحد ما توصل المانيا. وبتحتاج طبعا التامين الصحي اللي انت هتعيش بيه في المانيا، وتقدر تكشف وتروح للدكتور وتاخد ادويه ببلاش والكلام ده حاجه الزاميه. علشان كده فينتيبا بتقدم لك بجانب خدمه الحساب المغلق فينتيبا بلس، بتاخد 2 بوليس التامين وانت لسه ما سافرتش اصلا. التامين الاولاني اللي هو التامين بتاع السفر، والبوليسه الثانيه بتبقى فعاله او بتعمل لها اكتيفيت اول ما بتوصل هنا، اللي هو زي ده كده بالظبط. وباقات التامين الصحي عندهم بتبدا ب 25 يورو. كل ده بيبقى في الباكج اللي انت بتدفعها في فينتيبا بلس شهريا، يعني انت مش هتدفع اي رسوم اضافيه. لو انت نصحت اصحابك او اقترحت عليهم فينتيبا فانت هتاخد على كل شخص ترشحه لفينتيبا 10 يورو لحد 6 اشخاص، ومن الشخص السابع هيزيد العدد ل 20 يورو. واللي انت كده كده هتقترح عليه فينتيبا هو نفسه هياخد خصم 25 يورو لو جاي تبعك، يبقى ليك كود معين كده بتقدر تاخده. وبمناسبه الكود، لو انت عايز تجرب تخش تشوف فينتيبا، تجرب فينتيبا كومبانيون اللي هي اصلا مجانا، عايز تخش تسجل على الابلكيشن في الاول قبل ما تحجز اي باقه عندهم، فانا هسيب لك الكود دوت او اللينك بتاعهم هنا، وفي نفس الوقت هسيبه في اول كومنت تحت. خش اعرف ايه الاوراق المطلوبه منك، ايه الخطوات المفروض تعملها، ازاي تحجز ميعاد، وان شاء الله اشوفك قريب في المانيا ونشرب قهوه مع بعض.